فيلمنا بيبدأ مع تريفر اللي بيسترجع شريط حياته اللي مع عيلته الصغيرة جدا المكونة من مراته وبنته بس. عيلة عمالة بتكبر يوم عن يوم، وبيفتكر قد ايه أجواء ليلة رأس السنة كانوا دايما بيقضوها مع بعض، لغاية ما بنتفاجئ بالبنت وأمها بس من غير تريفر. وبعد مرور سنة من آخر فيديو شفناه بيكون الحال اتغير ببطلنا تماما، عايش لوحده بعد ما مراته انفصلت عنه وبنته عاشت معاها. وبنشوفه هو بيصحى من النوم قبل ليلة راس السنة بأيام، والجو بيكون ساقع جدا، وبيبقى واضح قد ايه حالته المادية متدهورة خالص. ده بيدفي نفسه بالكاتل ومش همه الكهرباء تمسك فيه وتريحه من الدنيا باللي فيها. وقتها بتتصل بيه طليقته، وبيكون واضح ان العلاقة بينهم محترمة جدا وما عدوش على محكمة الأسرة الحمد لله. وده بنفهمه لما بتقوله انا قلقانة عليك، الجو ساقع جدا عندك. بس تريفر بيطمنها وبيبلغها ان الجو هنا حلو قوي، لما تيجوا هبقى افرجكوا على المكان. وقتها بقى بتقاطعه وبتشرح له معلش والله يا تريفر، اصل حبيبي عايز يقضي معانا الكريسماس لاول مره انا وبنتك، وكمان بيعرض عليا يدفع لها مصاريف الجامعه. فلما تريفر بيعترض وبيوضح لها ان هو ابوها وهو اللي ملزم بالمصاريف دي، بترد عليه بان خلاص يعني هسيبك على راحتك، انا بس كنت مراعيه ان ظروفك على قدك الفتره دي. ورغم ان تريفر في نفس اللحظه بيجيله انذار بالطرد لو ما دفعش الفلوس اللي عليه، لكنه بياكد لها ان لا خير ربنا كتير، ما تشيليش هم انت بس، وبيقفل معاها. وفي طريقه وهو رايح لشغله بيبعت رساله لبنته وبيتمنى لها ليله راس سنه سعيده، وبيدخل على شغله على طول اللي بيكون مشرف في مدرسه. وساعتها بيستقبلوه الاداره وبيفهموه انه هيشرف على مسرحيه ليله راس السنه، وهيكون مسؤول عن الطفل اللي هيمثل فيها. وبتاخده المديره بعد كده لمكتبها وبتعبر له عن حزنها عشان ده اخر يوم ليه، وبكل ذوق بتقول له والله انا متاسفه جدا اننا هنسرحك من عندنا. وبتساله انت قضيت معانا قد ايه، ولما بيرد بانه 8 شهور بكل الذوق اللي في الدنيا تاني بترد غريبه كانها سنين يا اخي والله. فبيستغرب تريفر لانه واضح عليها انها فاهمه اللي بتقوله غلط اساسا. واثناء ما بيجهزوا ديكور المسرح الباب بيخبط، فبيخرج تريفر وبيلاقي ولد مولود على الباب، ومن غير شك يعني ما بيجيش في باله غير الولد اللي هيمثل المسرحيه معاهم، وان امه بعتته وسابته، وبيكون زي القمر الحقيقه زي ما احنا شايفين كده. وعلى طول بيشيله وبيدخله لجوه وبيبدا العرض المسرحي. وساعتها تريفر بيستغل الوقت وبيشوف حسابه البنكي فيه كام وعليه كام، فبيلاقي نوايا تكسر الزير 100 حته اساسا. وفي نفس الوقت ده بيجيله مكالمه من شركه توظيف بيسال لو لسه بيشتغل جليس. فبيرد تريفر لا خالص بطلت الشغلانه من بدري للاسف، هو رقمي لسه عندكم ليه اساسا. بس لما بيسمع المبلغ اللي معروض عليه مقابل فترة قليلة جدا عبارة عن 48 ساعة، بيتصدم لدرجة انه بيوقع الديكور على الولد عادي جدا، وبيتفق مع الشركة انه هيجي لهم لندن يعمل المقابلة زي ما طلب منه. وبيبدأ بقى يقفل المسرح بكل حب وسعادة عشان الشغل الجديد اللي رايحه. بس بيتفاجئ وهو بيقفل الباب بصوت طفل صغير بيعيط، فبيستغرب جدا وبيتتبع الصوت لحد ما بيتصدم انه كلهم مشيوا ونسيوا الولد، وما بيكونش عارف يعمل ايه غير انه بيضعف قصاد نظراته ويشيله. وبيدخل يتصل بامه اللي رميته لهم الصبح على باب المدرسه، لكنها بتكون في عالم موازي ومش حاسه ان في حاجه ناقصه في البيت عندها ومش بترد على التليفون. فبيقرر يروح لها بنفسه عشان يلحق ميعاد مقابلته من غير اي مشاكل. واول لما بيوصل هناك وبتفتح له الباب بيتصدم انها خارجه وفي ايدها ابنها، فبيقول في سره ان شاء الله يكون اخوه التوأم وما يطلعش اللي في دماغي. وبيعرض عليها الواد اللي معاه وبيقول لها معلش انا عارف ان دي حاجات فرعيه بس انت نسيت ابنك، لكنها بتشرح له انها اساسا ما بعتتش ابنها للمسرحيه لانه كان مريض وما عندهاش غير اللي شايلاه ده وبس. وقتها بيقف تريفر لحظه صمت وبيعرف ان هو اللي شال في الاخر، وبيمشي من عندها وبيتصل بالشرطه وبيشرح لهم كل شيء بالتفصيل الممل. بس ما بيلاقيش حل الموضوع عندهم وبيحولوه لقسم تاني، قسم الشؤون. ولما تواصل معهم اخدوا منه البيانات واتفقوا معاه على ميعاد يستلموا فيه الولد منه. ومن كتر ما تريفر فرحان بوظيفته المؤقته دي اللي مقابلها المادي كبير ما بيحبش ينكد على نفسه خالص، وبياخد الولد وبيروح على بيته وبيحضر شنطة سفر والولد موجود في السرير بتاعه. وأثناء ما هو بيدندن ومش واخد باله بيتفاجئ إن الولد اختفى. بس بعد عملية بحث ما طولتش كتير بيلاقيه خلاص على حرف السلم وقرب يقع زي ما واضح قدامنا كده، فعلى طول بيلحقه وبيرجعه لمكانه تاني. وفعلا الشرطي بيوصل زي ما اتفق معاه، ولسه تريفر هيسلمه الولد لكنه بيبقى اختفى تاني، وبيفضل يدور عليه في كل مكان لدرجة إن الشرطي بيشك أصلا في قواه العقلية من طريقة كلامه وجو كوتي نوتي والحاجات دي. والشرطي بيمشي من هنا بعد ما ساب له الكارت الخاص بتاعه ونبه عليه انه لما يلاقيه يتصل بيه. والطفل بيظهر من هنا، وعقبال ما بطلنا بياخده بسرعه وبيجري ورا الشرطي بيكون مشي بالعربيه، فبيرجع للبيت وبيجرب يتصل بيه من خلال الكارت اللي سابه له، لكنه بيكون سايب رساله صوتيه
انه خلاص مش متاح للرد غير بعد ليلة راس السنة، ولان تريفر عايز يخلص الحوار ده عشان سفرية لندن بيقرر ياخده معاه ويوصله في الطريق بالمرة للمركز. وبيجي يتصل وفي الطريق الشبكة بتقطع، وتقريبا فضل يعيد في بياناته اكتر من 5 مرات لغاية ما تليفونه فصل شحن. وفي الاخر بقى قرر يستسلم للامر الواقع وياخد الولد معاه خلاص. وبيوصل لندن وبيتفاجئ من حجم المبنى اللي داخل عليه، وبيحاول ما يبينش الولد اللي معاه على قد ما يقدر، بس لما بيعرف ان المديرة هتنزل تقابله بنفسها بيقرر يخبيه وبيشيله جوه شنطته، وبيبقى ماشي شبه الانسان الآلي. وهي ما بتهتمش بحركاته، وبتعرفه ان الاسانسير عشان يطلع للشقة اللي شغله هيكون فيها ليه شفرة، والشفرة دي ليها نسختين، بس في نسخة ضاعت وبتأكد عليه ان النسخة الأخيرة هتبقى معاه طبعا. وأول ما بيدخل الشقة بيحس انه دخل قصر الكبابجي، جناح كبير جدا وكل ده والولد في الشنطة. وبيحاول تريفر انه يهز نفسه كده كأنه بيلعبه يعني عشان ما يطلعش صوت. فببص له المديرة وبتسأله لو عايز يدخل الحمام، وعلى السيرة الولد هو اللي بيعمل حمام وبصوت، وبيكون بطلنا في موقف لا يحسد عليه. فبيقرر يتخلص بقى منه وبيستأذنها وبيروح يخلع الشنطة ويسيبها بعيد شوية من غير ما تاخد بالها، وبيحس انه اخيرا خد راحته. وفي الوقت اللي بيتعرفوا فيه على البيت بيخرج الولد من الشنطة وبيتعرف على البيت هو كمان. ويعني قلب تريفر بيكون هيقف من كتر قلقه عليه، احسن يقع ولا يحصل له حاجة. بس الموقف بيعدي بخير والمديرة مش بتاخد بالها والولد بيكون كويس، وبيستغل انها مش واخدة بالها وبيجري يشيله وبيحطه في سلة النفايات. وفي النهاية بتسيب له المديرة شفرة الاسانسير وبتأكد عليه ان مفيش غيرها ولازم يحافظ عليها، وبتبلغه ان من دلوقتي شغله ابتدى. وبعد ما بتمشي بيبقى مستمتع جدا بالعز والهنا اللي فيه، لكن الولد بيبقى ليه رأي تاني وبيزن بقى. ولسه بطلنا هيسكته بيجيله اتصال من الشرطة وبياخدوا منه عنوانه الحالي، وبعد ما بيبلغهم بيه بيأكدوا عليه انهم هيبعتوا له حد من لندن. وبيقفل بسرعة عشان يشوف الزن اللي شغال ده، ولسه جاي يشيل الطفل بيشم ريحة غريبة فبيتأكد انه لازم يغير له الحفاضة، وبيحاول يشغل مخه بأي طريقة ويشوف بديل. وبيفضل يدور في الشقة على اي حاجة لغاية ما بيفتح الأدراج وبيلاقي كوفيات حريمي، فبياخد واحدة منها وبيقفل مناخيره وبيحط الولد في قلب الحوض الصغير لغاية ما بتتم العملية بنجاح. وبعد ده كله والنظافة اللي هو فيها بيمسك الحفاضة وبيرميها في التراس، بس برضه لسه في زن. فبيفكر انت صحيح يا ابني ما اكلتش حاجة من الصبح، وبيعملوا الرضعة بتاعته ولكنها بتخلص والزن لسه ما خلصش. فبيفكر انه لازم ينزل بقى يشتري له اكل خاص بيه وما ينفعش كده. وبعد ما بطلنا بيجهز نفسه بيحس ان الولد لازم يجهز هو كمان عشان الجو برد جدا بره ومش هيأمن عليه يسيبه لوحده. وبالصدفة بيلاقي قصاده ايس كاب فبياخده وبيلبسه له، وبياخد الولد معاه للسوبر ماركت وبيبدأ يجيب كل أكل البيبيهات اللي يعرفه. وبيفتكر وقت ما كان مهتم ببنته لدرجة انه بيشتري الأكلات اللي هي كانت بتحبها وخلاص. وبعد ما بيخلص وبيكون مروح بتتصل بالشرطية وبتأكد معاه بياناته بالكامل، وبتسأله عن ميعاد مناسب تيجي تاخد منه الولد، وبتتفق معاه على الساعة 7. وبتكرر سؤالها متأكد عشان بس بكرة ليلة راس السنة مش عايزين مشاكل، وبتقفل معاه وهو بيكمل طريقه لغاية البيت. وبعد ما بيعمل لابننا كل حاجة بيجي أهم نقطة كانت تايهة عن باله، النوم. بس للأمانة يعني الولد هو اللي بيبدأ وبيتاوب، فبياخدوا تريفر في سريره وبيشيله ويطلعوا معاه لأوضة النوم، وبيفرغ الشنطة الخاصة بيه واللي أهمها صورة بنته. ولسه بيقول يا هادي وليلة سعيدة وينام، بيصحى مفزوع على صرخة ما كانش عامل حسابها، وبيفتكر انه الولد صحيح وبيحاول معاه بكل الطرق الممكنة انه ينام، ينط على السرير، يمشي في ممر الشقة، كل الحركات عملها، وبيكون خلاص مش قادر عايز ينام لغاية ما الولد بيرتاح وبيتضح انه كان عنده مغص. فبيفرح تريفر بيه جدا وبياخده من تاني في سريره وبيودعه كمان عشان ينام. ورغم ابتسامة الواد الهادية جدا لكن بمسافة ما بيتحرك تريفر بيبدأ من تاني. فبيدور تريفر على اي حاجة يسكته بيها ومش بيلاقي قصاده غير ازايز مشروبات كحولية، فبياخد سدادة من ازازة منهم وبيحطها في بقه، ويا دوبك بينام ساعتين وبيصحى من تاني على صريخه. والمرة دي بتكون تغيير الحفاضة، والموضوع استمر معاه لغاية ما تقريبا خلص كل الاسكارفات الحريم اللي في البيت. والنهار بيطلع وبيقعد تريفر مستني السوبر ماركت يجيب له حفاضات، بس وقتها بيتفاجئ ان الولد بيطلع على السلالم، فبيقوم باقصى سرعه عنده وبيشيله، وفي سره بيقول يخرب بيت المسؤوليه الله يكون في عون الامهات. واخيرا بيوصل عامل التوصيل وما بيكونش تريفر عارف يرد عليه ازاي من خلال الانتركم، ومن كتر ما اتاخر عليه في الرد العامل بيمشي، فبينزل وراه بسرعه في الاسانسير وبياخد منه الحفاضات وبيسيب الولد لوحده. وهو طالع من تاني بيتفاجئ ان شفره الاسانسير مش معاه، فبيتخض جدا على الولد وبيفضل يتخيل يا ترى ممكن يكون حصل له ايه بالظبط يعني. وبيبقى تريفر متوتر ومش عارف يعمل ايه، فبيقرر يتصل بعملية النظافة اللي معاها نسخة الشفرة، هي في العموم معاها معظم نسخ الشفرات اللي في المكان، وبيمسك الدفتر في الاستقبال وبيفضل يدور فيه على اسمها لحد ما اخيرا بيلاقيه. ولسه هيطلع تليفونه عشان يتصل بيها بيكتشف ان حتى موبايله فوق، وبنلاقي فعلا رسالة بتجيله عليه وهو على الكومودينو. وقتها بالصدفة بيكون في ساكن طالع في الاسانسير
فبيجري تريفر وراه وبيعرفه على نفسه وبيقول له: يا فندم أنا تريفر الجليس اللي في الشقة. وبيبدأ يعرفه البيانات، وبيكون الساكن مش مهتم اصلا باللي بيقوله، ولسه هيسيبه يطلع بيوقفه تريفر بالكلام وبيقول له: انا نسيت الشفره وجيت اتصل بعمليه النظافه، اكتشفت اني كنت ناسي التليفون. وبيبقى واضح على الساكن مشتاق نفسه اساسا من اللت والعجن اللي على الصبح ده. ومره واحده بنشوفه بعد ما خد الساكن التليفون وبيتصل بالعامله وبيطلب منها تيجي تفتح له، فبتفهمه انها ما تقدرش تعمل كده غير لما المديره تعرف الاول ويكون عندها اذن بده. ولما بيسالها: طب انت قدامك وقت قد ايه يعني شاكب راكب كده الحوار ده يخلص في دقايق؟ قالت له: يعني حوالي 30 دقيقه مثلا، استناني نص ساعه وارد عليك. وطبعا هو بيكلمها من تليفون جارهم، ورغم ان الجار سمع المكالمه لكنه بياخد التليفون وبيكون هيطلع، بس على مين؟ تريفر بيتنح وبيقول له: معلش بقى، ما انت شايف اهو، هي هتتصل بيا تاني على تليفونك، ممكن افضل معاك لغايه ما تتصل بيا. وبيطلع معاه فعلا، والراجل ما كانش بيضحك تقريبا، خاف وشه يشقق، بيكون حاجة تانية خالص مع عيلته، وأجواء لطيفة وعائلية جدا. من ناحية تانية ابننا بيبقى شق طريقه خالص وناوي يصعد للقمة. أما تريفر فبيبقى مستني العاملة تتصل بيه وعمال يبص على تليفون الراجل طول الوقت. ولما الساكن بياخد تليفونه عشان يعمل مكالمة، تريفر بيجيب مخدة من على الأرض وبيفضل قاعد جنبه وراك يعني. ومع إن الكل بيستغرب جرأته دي لكنهم بيعدوا الموقف وخلاص. في نفس الوقت ده الموظفة الخاصة باستلام الطفل بتيجي عشان تستلم الولد الصغير، والولد الصغير أصلا مصمم يطلع لآخر سلمة، مش عارف، فاكر إنه ممكن يوصل لفيلم تاني. أما بطلنا فبيكون لسه زي ما هو ومترقب العاملة تتصل في أي وقت. وكمان الساكن فتح له قبله وفضل يحكي له عن بنته وعن قد ايه انسانه جميله وولادها وكلام كتير كده. ده وصل لدرجه انه بيشتكي له من اللي مأجرهم السكن. والموظفه في الشارع عماله تتصل بتريفر وبتسيب له رساله تعرفه فيها انه لما يبقى فاضي بقى يكلمهم او يقدر يتواصل مع الشرطه وهم يوصلوا ليهم من تاني. وفي لحظتها التليفون بيرن عند الساكن، فبياخدوا تريفر عشان يرد على طول، لكنها بتطلع بنته اللي لسه كان بيقول فيها أشعار وبتكلمهم فيديو كول وبيقضوها سلامات وتحيات. وسبحان الله في نفس الثانية دي العاملة بتتصل، فبياخد تريفر التليفون وبيقطع مكالمتهم وبتأكد عليه إنها فعلا كلها نص ساعة وتبقى عنده، والمفروض يستناها تحت عشان تطلعوا الشقة. وفعلا بتوصل وبتركب مع الأسانسير، ويا دوبك بتدخل الشفرة عشان تسجل الدور اللي هيطلع فيه وبتمشي. بس بعد ما بتتحرك بيكتشف تريفر إنه نسي الحفاضات بره وما بيكونش عارف يعمل إيه. يعني يتمنى لو الزمن يقف دقايق بجد، بس بتجيله فكرة انه يقفل باب الاسانسير بالجزمة بتاعته، وبيعمل كده فعلا وبيجربها بيلاقيها شغالة، بس من كتر محاولات الاسانسير انه يقفل كل شوية الجزمة بتتحرك، وعلى اخر لحظة الاسانسير بيقفل. فبيجري تريفر عشان يلحق العاملة وتفتح له الباب تاني. وقتها بتكون بتطلب قهوة وشايفاه رايح جاي بيجري يندى عليها، فبتخرج له من الكافيتيريا. والولد الصغير خلاص وصل للقمة وناوي يجيب لتريفر المصيبة ترقده في السجن مدى الحياة تقريبا. وعند الاسانسير بنشوف ساكنة تانية بتركبه ومعاها الكلب بتاعها اللي اول ما بيشوف جزمة تريفر بيعجب بيها جدا وزي ما تكون فيها ذكريات. واخيرا تريفر وصل للشقه وما بيلاقيش الولد، بس بيسمع صوته وكانه في مكان فاضي. ولما بيتتبعه بيكتشف انه في ماسوره الغساله، ومره واحده بيترمي في حضنه، والحمد لله انها جت على قد كده. وبالليل بيسيب رساله للمركز من تاني وبيحكي لهم الموقف اللي حصل، لان الموظفه جت على ميعادهم المتفق ومشيت، وساب سؤاله بان امتى يقدروا يبعتوا له حد يستلم الولد منه. ولسه هينام بتتصل بنته بيه وهي في المطار وبتبلغه ان طيارتها اتاخرت قوي، وبتعرفه قد ايه بتحبه، وبتقول له: انا بتصل بيك عشان ابلغك ان لولا السفر كان زماني قضيت معاك ليله راس السنه دي، انا اسفه. وبتقفل معاه وبينام تريفر اخيرا. بس فجاه بيحس بصوت حد دخل الشقه وباب الاسانسير اتفتح، فبيخرج من اوضته وبيحاول يتتبع الصوت للاخر، وبيتفاجئ بواحد ومراته ومعاهم ابنهم الرضيع وهم فاتحين باب التلاجة وبيختاروا كل ما لذ وطاب. واول ما بيشوفوه بيترعبوا وبيفضلوا يتهتهوا وبيكون واضح عليهم خوفهم منه. وبتقول له الزوجة: انا فاهمك كل حاجة، احنا ساكنين في البدروم، او تقريبا مش البدروم ده ممر كده تابع للشقة. وبتأكد له انهم ما فضلوش في المكان الغريب ده غير لما اتطردوا من بيتهم وكانوا بيدوروا على اكل، بس خلاص مش هيعملوا كده تاني. وبيكونوا لسه هيمشوا بيندى عليهم وبيقول لهم: انا عندي واحد زيه على فكره، وبيبقى قصده على ابنهم، بس بيأكد انه مش ابنه، يعني ده نفسه يتخلص منه اساسا. وبيشيل اكل من التلاجة وكمان حاجات للبيبي اللي جابهم من السوبر ماركت. وعقبال ما بيلف ظهره بيخاف احسن يكون بيستدرجهم ومش بيلاقيهم اصلا. والصبح ما بيلاقيش فردة الجزمه التانية بتاعته، ما هي مع الكلب بقى، بس بيتصرف وبياخد الولد وبيخرج بيه. وفي الطريق بيقابل مجموعه سيدات واقفين باطفالهم وبيكونوا معجبين جدا بشكل الولد اللي معاه، وبيسألوه عنده قد ايه، ولما بيرد انه 3 شهور بيفهموه انه كبير جدا على 3 شهور. فبكل ذكاء بيجاوبهم ما هو من شبه امه فما ظلم بقى. وقتها بيستحقروه، بيكون ده واضح على نظراتهم، فبيفهم وبيمشي على طول. ومره واحده بيلاقي فردة الجزمه بتاعته بتترمي، فبيستغرب جدا ايه اللي جابها كده في الشارع، بس ما بيلحقش يفرح بيها للاسف لان نفس الكلب بيجي جري عشان ياخدها. والولد بيفضل يضحك عليه
وعشان تريفر يحل المشكلة دي بيقلع فردة الجزمة التانية وبيرميها بعيد. هو كده حلها وريح نفسه وجاب لنا احنا الشلل، وفي النهاية برضه بيمشي بفردة وفردة. ولما بيرجع للبيت من تاني بيلاقي نفسه الزوجين اللي كانوا عنده داخلين وبيشكروه عشان اللي عملوا معاهم، وبيكونوا رايحين مشوار ومعاهم ابنهم، فبيعرض عليهم انه يهتم هو بيه، ما هو معاه واحد زيه، وبيسيبوه فعلا معاه بكل امان. وبيبدا بقى تريفر يعتاد على الموقف لدرجه انه بيرضعهم هما الاتنين في نفس اللحظه بايديه عكس بعض، بيصعبوا على نفسه قوي، وبينيمهم هما الاتنين سوا كل واحد في سرير. واخيرا بتوصل الموظفه عشان تاخد الولد. ساعتها بيصحى تريفر بسرعه وبيجري عليها وبيسلمه لها، فبتصوره. وقبل ما تمشي بعد ما مضى على كل الاوراق بيحس انها خدت حته منه اتعلق بيه بجد، وعشان كده بيوقفها وبيسالها هو انا ممكن اعرف ايه اللي هيحصل معاه؟ ساعتها بتجاوبه بان ده مش طفلك يا استاذ تريفر، واي حاجه هتحصل بعد كده لازم تكون في سريه تامه. وبيفتح لها الباب بنفسه وبيودع الولد بعينيه. وقبل ما يرجع للشقه بيلاقي جيرانه اللي سايبين معاه ابنهم وصلوا، وبيحس انه يا اخيرا دي فرجت. وبيجي يسلمهم ابنهم وبيأكد لهم انه هادي ونام بسهوله. واول ما بيبصوا في وشه بيتفاجئوا انه مش ابنهم، وبيكتشف تريفر انه سلم الموظفه الولد الغلط، فبيجروا بسرعه عشان يلحقها. والحمد لله بيلاقيها واقفه بتتخانق مع الشرطي عشان عملها مخالفه. ومهما يحاول تريفر يوقفها عن الكلام ويخليها تفصل عشان ياخد الولد محدش بياخد باله، فبيفتح باب العربيه وبياخده من نفسه على اساس انه هيرجع لها الاصلي. بس عقبال ما بيجي ينزل الولد الاصلي بتكون الموظفه مشيت وفاكره ان الولد قاعد في الكنبه ورا، وبيحاول يتصل بيها لكنها بتبقى سايبه الرساله الصوتيه. وبجمله المصائب بقى بتتصل بيه المدير عشان تبلغه ان اصحاب الشقه جايين يقضوا ليله راس السنه في بيتهم عادي، وما يعرفوش اصلا ان معاك حارس. وبتترجاه ما يعملش اي مشاكل لغايه ما تبعت له المساعده الاساسيه عشان لما يوصلوا بالسلامه ما يكتشفوش اللي بتعمله من وراهم، وانها بتعين ناس جديده وكده. وبتطمنه ان كده كده فلوسه هياخدها كامله. بس تريفر ما بيكونش فارق معاه حاجه في وقتهم الحالي غير الولد هيعمل فيه ايه، وهو مأكد على العنوان ده كذا مره للشرطه. فبيروح بطلنا للبيت من تاني ولسه بيبدا يحضر حاجته، بتتصل بيه المساعده اللي المفروض تيجي تستلم مكانه. وبعد ما بتسلم عليه وهلو ايه الاخبار بتدخل بقى في الجد، وبتشرح له ان في مشكله عندها حاليا ومش تقدر تيجي في الميعاد المحدد، ولسه في طلبات كتير جدا محتاجاها من السوبر ماركت. وبتقوله من فضلك بس هكتب لك اسامي الحاجات اللي عايزاها تروح تشتريها، وما تقلقش هعمل كل اللي في وسعي عشان اجيلك في اقرب وقت قبل ما اصحاب البيت يوصلوا. وفعلا بعتت له الطلبات في الفاكس. استلم اول ورقه وقال طب جميل جدا، طلبات كتير بس تمام. وفجاه لها اوراق بتنهال عليه وكل ورقه مليانه باسماء الطلبات على اخرها. وساعتها بتبقى الموظفه يعني كتر خيرها وصلت لمكانها واتفاجئت ان الولد مش موجود معاها. ولما بنرجع من تاني لتريفر بنلاقيه في السوبر ماركت وبيحاول على قد ما يقدر ما يفوتش طلب غير لما يجيبه عشان الواحد خلقه ضيق برضه. وبيكونوا ماشيين شبه قطر الاطفال برص العربيات وراه. وبعد ما بيوصل البيت بيكتشف ان الطلبات زياده قوي، وبيقول في سره يا ساتر ايه السفه اللي هم فيه ده. وعشان قلبه الطيب ما بيستحملش بياخد شويه حاجات منهم وبينزلها للزوجين جيرانه، وبيمشي من عندهم وبيكون في طريقه للاسانسير وبيلاقي فردة الجزمة بتاعته ما بيكونش مصدق انها رجعت له تاني. وبيفضل واقف يتأمل فيها شوية كده بس في النهاية بياخدها. ولسه يطلع للشقة بيجري وراه الكلب وبيكون مصمم ياخدها منه. وقبل ما المسؤول عن الكلب تلاحظ اختفائه بتكون مشيت، وما بيلحقش تريفر يجري وراها عشان يسلم لها كلبها بعد معاناة طويلة جدا بينه هو وجزمته. ونرجع نقول عشان قلبه طيب بيسيب ورقة في الأسانسير ان الكلب معاه خلاص، وبيطلع معاه على الشقة اللي بقت تقريبا خاصة باللاجئين. بس الكلب من وسط كل حاجة بيجي على نوع اللحم اللي المساعدة مأكدة على تريفر انه يجيبه، وبيمسك فيه بسنانه. ومهما تريفر بيحاول يخليه يسيبه مفيش فايدة. ده بيوصل معاه لمرحلة انه بيطلع له ميداليته اللي على شكل جزمة وبيغري بيها، فالكلب بيشفطها في بقه. والمصيبة ان بيكون جواها الشفرة. والاخر لحظة تريفر بيبقى فاكر انه ما بلعش الشفرة وبيحاول يفتح له بقه كده يشوفها بس مفيش فايدة. وما بيبقاش عارف بقى بطلنا يعمل ايه في الشغلانة اللي مش معدية دي، ومفيش قصاده اي حل غير انه يستنى بقى ينزلها في الحمام. لكن على اخر لحظه بتجيله فكره انه يجرب كده يفتح الاسانسير بالكلب، ولسخريه القدر فعلا فتح. وهنا بقى تريفر اطمن ولسه هيقرر يستنى المساعده، لكن بيتفاجئ باتصالها بيه وهي بتبلغه انها تتاخر عليه اكتر عشان الظروف والجوابات والحاجات دي. وبتطلب منه ينزل يشتري ديكور راس السنه وما ينساش الشجره. وفعلا بتيجي الشجره وبيقعد الولد يتفرج على الاعجاز العلمي اللي تريفر عمله. رغم ان الشجره حجمها كبير جدا الا انه قدر يزينها بكل بساطه، والولد منبهر بالاحجام اللي قصاده دي. ومن هنا بقى الامور بدات تتحل شويه. اولا عشان الشغلانه الغريبه دي قربت تخلص، وكمان الكلب قرر يخرج الشفرة أخيرا. فبياخده تريفر يخليه يقضي حاجته، وبياخد الفضلات بتاعته في كيس زبالة وبيجربها وبيلاقيها شغال عادي الشفرة جواها. وللأسف جربها قصاد صاحبة الكلب اللي واقفة مستغربة ايه ده. وخلاص الليلة الموعودة قربت اللي هينهي فيها شغله وياخد المرتب، ولسه هينام بيجيله اتصال من المساعدة تاني
ونسخة طبق الأصل المرة اللي فاتت، بس المرة دي بتقوله شايف الطلبات اللي اشتريتها، هبعت لك بقى طريقة طبخها حالا، لأن لازم الوليمة تكون متحضرة للعيلة زي ما مطلوبة بالظبط. وبيروح بقى للفاكس اللي بيكون متروس بالأوراق ومش لاحق يمسك ورقة منهم حتى يعني. وبعد عناء شديد قدر تريفر إن يخلص وليمة كاملة لوحده، وخلاص بقى مستعد يستقبل صحاب البيت يجوا وكمان الناس اللي معزومين معاهم. وطلع الولد لفوق ويعني فضل واقف عند الباب يتدرب على استقباله ليهم، بس عدت ساعات كتير قوي ومحدش جه خالص. فقرر أول حاجة يغطي الأكل ده اللي هيبوظ بعد ما وقف ساعات يعمل فيه، واتصل بالمديرة يعرفها إن لسه محدش جه، وبيأكد لها إن المساعدة معاه عادي ومشغولة في المطبخ مع إن محدش جه، بس هو ما بيحبش يأذي غيره. وادي النتيجة، المديرة ما شاء الله بتقول له إيه ده وأنا ما قلتلكش، أصل أصحاب البيت غيروا رأيهم مش جايين، أنا نسيت أقول لك خلاص معلش. وقتها بطلنا بيحس بالحزن لأنه تعب جدا في كل اللي طلبوه منه، وكان نفسه يشوف فرحتهم بالمجهود اللي عمله، بس الفرحة اللي اتحولت في ثانية لأتعس ليلة في حياته اتبدلت برضه لأحسن ليلة في عمره كله. أول حاجة الشرطي بيجيله لأن الموظفة بلغت باختفاء الطفل من عربيتها، ولما بيجي يستلمه من تريفر بيكتشف انه غير الصوره اللي كانت مصوراها، ومهما تريفر يفهمه انها كانت مصوره الولد الغلط اصلا ما بيكونش مقتنع. فتريفر بيقول له بقول لك ايه، سيبك بس وتعالى نقضي مع بعض الليله الجميله دي، ده في اكل كتير قوي. وما فيش ثواني والزوجين بيجوا عشان يسلموا عليه، فبيعزمهم ياكلوا معاهم، وبعدها على طول الساكن اللي تريفر استخدم تليفونه بيجي عشان يديله شفره الشقه بتاعته لانه خلاص هيعزل، وصاحب المبنى قاله يسيبها في الشقه دي، فبرضه اتعزم هو كمان على الاكل. بس كل ده في وادي، والمكالمه اللي بتيجي لتريفر دي في وادي تاني خالص، لانها بتكون من طليقته اللي بتبلغه ان بعد ما هي وبنتهم سافروا لندن عشان من هناك يركبوا طياره للمكان اللي رايحينه، الطيران اتعطل وهيروحوا تاني مدينتهم. وقتها بيسالها طب انتوا في لندن يعني، واول ما بتقول له ايوه بيرد عليها يعني طب هبعت لك عنوان حالا ويلا تعالوا قضوا اليوم معايا. بعدها الموظفه كمان بتيجي عشان تستلم الولد، وفجاه بالليل البيت كله اتملى وبيشوفوا الولد، فبيسالوا عن مين ده. وقتها بيشرح لهم ان الشيء الصغير اللي اقل من شبر ده هو السبب في التجميع دي، وبيبداوا كلهم ياكلوا سوا، وبيكون تريفر مستعجب جدا الحظ الجميل اللي وقع فيه. بس فجاه بيكتشفوا ان الولد مش موجود، وبيفضلوا يدوروا عليه في كل مكان لغايه ما اخيرا بيلاقوه فعلا. وبينتهي فيلمنا واصحاب البيت الاصليين بيحضروا وبيقولوا لتريفر انهم غيروا خطتهم لاخر لحظه وقرروا يقضوا الليله في بيتهم، وتقريبا بقى محتاجين ادويه جلطه لبطلنا. الفيديو ده وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود سامي. سلام.